السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين؟ لو سألت أي شخص بيلعب ألعاب على التليفون اسأله إيه هي أكتر لعبة سمعت بيها الفترة اللي فاتت، هيقول لك على طول بلاد سترايك. طب ليه؟ إيه اللي عملته بلاد سترايك جديدة عشان تاخد ترند من الألعاب ديت؟ ازيكم يا شباب، معاكم يوسف من قناة واي اكس 1 برايم. في الفيديو قبل اللي فات قلت لكم إني هعمل فيديو لبلاد سترايك لوحدها، وأدينا أهو. اتكلم النهاردة عن سبب نجاح لعبة بلاد سترايك بالشكل ده، وبرضه لسه ما فيش انترو للفيديو، فخش على الفيديو على طول. المهم نيجي قبل الإصدار العالمي بشهر كده في السيزون التالت، كانت كل الناس بتتكلم على وور زون في نسخة البيتا، وقد إيه هي رائعة وبجرافيك رائع. وبلاد سترايك كان يعتبر محدش كان بيتكلم عليها من الأخبار اللي كنت بسمعها من اليوتيوبرز، فكنت أنا وكل الناس متحمسين لور زون، خصوصا ان كان في نظريات بتقول انها هتنزل الهواتف الضعيفة علشان كانوا قافلين ميزة الجرافيك وكده. وانا كنت بلعب بلاد ستريك وعجبتني شوية، بس سبتها علشان ماب الباتل رويال كبيرة على الفاضي، والجيم الواحد عشان يخلص ممكن ياخد نص ساعة كاملة. ولقينا بعدها شركة اكتيفيجن، الشركة اللي شغالة على وورزون، بتقول ميعاد اللعبة للطرح العالمي اللي كان يوم 21/3/2024. الكل اتحمس وكله قعد يتكلم عن اللعبة، وبعديها لقينا شركة بلاد سترايك اللي هي نت ايز جيمز بتقول انها هتنزلها في نفس الميعاد. وده اللي مش عارف، بلاد سترايك تعتبر نسخة تقليد من وورزون موبايل بس للهواتف الضعيفة. في بعض الناس اتحمسوا وقالوا بأن اللعبة دي هتكون في منافسة شرسة مع وورزون، ومعظم الناس قالت بأن وورزون هي اللي هتكسب نسبة إلى أنها أكثر شعبية، وإن شركة أكتيفيجن مش هتسيب الناس صحاب الأجهزة الضعيفة. وبعض الناس قالوا بأن بلاد سترايك هتنجح علشان مخصصة للأجهزة الضعيفة، محدش توقع إن وورزون حتى ممكن تفشل أو حتى تخسر قدام بلاد سترايك، حتى إن أنا كنت شايف كده. وتنزل اللعبتين إصدار عالمي، وهتفاجئ بإن وورزون مش متوفرة لجهازي، بس قلت أكيد هتنجح حتى لو ما كانتش هتدعم الأجهزة الضعيفة. وحملت بلاد ستريك وكنت حاسس بالملل وانا بلعبها، علشان زي ما أنا قلت لكم الماب الكبيرة. وقلت لواحد صاحبي من كلان فارلايت بتاعتي بانه يحمل وور زون ويصور وهو بيلعب علشان نشوف شكل اللعبة اللي رأيه فيها. وقلت اكيد اللعبة هتعجبه وهتطلع حلوة جدا، لكن هو مسحها وما قدرش يكمل الجيم اصلا، وقال بان اللعبة وحشة جدا نظرا لدقة الصورة والجرافيك في اللعبة، مع ان جهازه قوي الى حد ما. بس قلت يعني عادي، اكيد حالة فردية ومش عند الكل يعني، واكيد اللعبة هتنجح. جيت فتحت اليوتيوب في نص اليوم كده، لقيت لا اله الا الله بتنزل فيديوهات وبتقول ان وورزون نزلت في افشل اصدار عالمي ليها. ومش كده بس، دول كمان يطلعوا ينتقدوا في لعبة بلاد ستريك، ونسبة للجرافيكس اللي مش قوي والماب الكبيرة اللي ما فيهاش فايتات اصلا. هاجموا وورزون علشان دقة الجرافيك الضعيفة للهواتف المتوسطة او الاعلى من المتوسطة، وان اللعبة بتخلي الاجهزة تشع ضوء وحرارة وغيرها من الحاجات التانية. ومحدش أكد بأن وورزون خسرت الحرب قدام بلاد سترايك لسه، وقالوا أكيد التحديث اللي جاي هتصلح اللعبة. وناس كتيرة شجعت اللاعبين بأنهم يلعبوا بلاد ستريك علشان هي لعبة كاملة. وبعديها بلاد ستريك نزلت صورة لماب جديدة هتنزل وكان اسمها شاتر ايلاند، وفي ناس كتيرة قوي اتحمست، وناس تانية طلعت وقالت لا دي تقليد كامل لماب وورزون اللي تقريبا كان اسمها ريفرس ايلاند أو حاجة زي كده. وبصراحة قلت طالما هينزلوا ماب جديدة فأنا هكمل وأجرب اللعبة. والاتنين نزلوا تحديثاتهم، والناس حبت الماب الجديدة وتحمست أكتر من تحديثات وورزون، اللي خلى بلاد سترايك تطلع ترند ويخليها متربعة على عرش القمة ليومنا هذا. طب هي ليه اتشهرت من الحوار ده، وازاي قدرت تلم لاعبين كتير من ألعاب تانية غير وورزون؟ هقولك. أول حاجة، الحرب اللي كانت ما بينهم كانت معروفة في كل أنحاء العالم ومشهورة جدا، كفاية إن فيها ضرب معروف بإنه قوي جدا وبقاله يجي أكتر من 20 سنة خبرة. ده غير إنه عمل سلسلة كول أوف ديوتي الشهيرة اللي كانت جيم تشانجر، وغيرت من مجرى تطوير ألعاب الشوتر بشكل عام، فطبيعي الكل يطلع ويتكلم عن الحرب اللي بينهم. ولما وورزون فشلت بلاد سترايك اتعرفت أكتر وأكتر، مما خلاها مشهورة جدا عالميا. ثانيا، نزولها في الوقت المناسب. بلاد سترايك تعمدت تكون في منافسة مع وورزون موبايل، وحصلت على معظم لاعبيها وده الطبيعي.
لكن ليه في ناس كتيرة من ألعاب تانية غير وورزون حولوا للعبة بلاد سترايك؟ ده ياخدنا لرقم 2، وده بسبب التوقيت المناسب لنزولها. أيوة، بلاد سترايك نزلت في توقيت مناسب، خصوصا إنه في وقت سقوط فارلايت من عرشها للعبة السنة بسبب إزالة الجيت. يعني هل ده صدفة؟ معرفش، قولي في الكومنتات. وبكده أخدت جماهير من لعبتين وورزون وفارلايت. طب لاعبين بابجي وفري فاير حولوا ليه عليها برضه؟ بابجي بسبب ان وورزون كانت انسب خيار للاعبين بابجي، واللي كانت تليفوناته ضعيفة توجه لبلاد سترايك، ولما خسرت وورزون المنافسة حولوا كلهم لبلاد سترايك. طب لاعبين فري فاير حولوا ليه؟ وده يودينا لرقم 3، نزولها للأجهزة الضعيفة. بلاد سترايك تعمدت تنزل الأجهزة الضعيفة، وده اللي خلاها الخيار الأمثل لكل اللاعبين، وخصوصا لاعبين فري فاير اللي معظمهم أجهزتهم ضعيفة. وبلاد سترايك أصلا في الجرافيك متشابهة مع فري فاير، حتى الناس كانت بتحسب بلاد سترايك هي فري فاير بس من منظور الشخص الأول، وعشان كده بلاد سترايك طلعت ترند. بس هل من الممكن يطلع منافسات تانية في عالم الموبايل تطلع ترند زي كده؟ بصراحة أظن في كتير من المنافسات جاية، خصوصا إني سمعت من قناة ستارك 84 بإن لعبة إيبكس موبايل هتنزل السوق، وهيكون قدامها منافس للأجهزة الضعيفة. وبس كده، اعمل لايك لو عجبك الفيديو، واعمله برضو لو ما عجبكش الفيديو، وما تنساش تكتب كومنت تقول فيه رأيك علشان رأيك يهمني. وبس كده، سلام.